حاجات ما تاخدش قرار الدكتور النفسي غير لما تشيك عليها. اول حاجه لو عندك مشاكل في المعده لازم تشيك على المشاكل اللي عندك في المعده دي، خاصه ارجوكوا لو جرثومه المعده. جرثومه المعده كفيله ان هي تخلي النفسيه بتاعتك زيرو. لو عندك جرثومه المعده او حاسس ان عندك مشاكل هضم، صعوبه، كانديدا، عسر هضم، ايا ما كانت المشاكل، حتى لو في مشاكل في القولون، شيك على المشاكل دي الاول، خلصها الاول، وطمن على البكتيريا النافعه في المعده. اطمن على وجود بكتيريا نافعه في المعده وان كميتها كويسه، وانها مش موجود جرثومه او موجود كانديدا او اي حاجه تانية بتاتاك عليها كل شويه. اطمن على المعده لان المعده هي الاساس في النفسيه. المعده هي الاساس في النفسيه. ولو بتاكل من بره كتير ما تستصعبش ابدا ان انت ممكن يكون عندك جرثومه المعده او يكون عندك مشاكل في الهضم او عسر هضم او اي حاجه، وده هيأثر حتما على نفسيتك، هيعمل تقلبات مزاجيه وانت مش عارف الريسورس بتاعها ايه. دي كده اول حاجه. تاني حاجه فيتامين د. فيتامين د مهم جدا 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 جدا، مهم جدا في صحتك النفسيه، مهم جدا في الاستقرار والثبات بتاع الصحه النفسيه. فيتامين د مهم قوي. اعملوا تشيك اب على فيتامين د، اطمنوا ان النسبه بتاعته كويسه وما فيش اي مشاكل في فيتامين د. دي كده تاني حاجه. تالت حاجة فيتامين B12. فيتامين B12 من الفيتامينز المهمة جدا جدا في الصحة النفسية. اطمنوا برضو على فيتامين B12. رابع حاجة المغنيسيوم. المغنيسيوم يا جماعة مهم جدا جدا جدا. المغنيسيوم مهم قوي. مهم كمان علشان جودة النوم، استقرار العضلات والعظم الجسم، وان العظم ما يبقاش اتنشن طول الوقت. لو في ستريس او في اي حاجه تلاقي نفسك بتجز على اسنانك، تلاقي نفسك عندك تشالنج كده في ركبك، في طقطقه بتحصل، في الم في الظهر. من ضمن الفيتامينز اللي بتسمع فيها وبتؤثر عليها بنسبه كبيره هي المغنيسيوم. اخر حاجه بقى الحديد. الحديد لو حد عنده انيميا او اي حاجه، الحاجات دي بتوطي الضغط وبتعمل تشالنج اصلا في الصحه، وهبوط عام وكسل وعدم قدره ان انت تقوم تعمل المهام بتاعتك اليوميه، فدي هتفيدك في الاخر على نفسيتك. شيك على الحاجات دي قبل ما تروح لطبيب نفسي او لايف كوتش او ثيرابيست، وشيك على اكلك وطبيعه اكلك، و بتاكل يعني في تنوع عندك في الاكل ولا لا، بتعتمد على صنف معين في الاكل ولا لا، بتاكل حلويات بشراهه ولا لا. الحاجات دي كلها بتدل على ان في تشالنج في المعده او في تشالنج اصلا في الصحه النفسيه. صحتكم النفسيه امانه، واستنوا شويه فيديوهات جايه الفتره الجايه ان شاء الله هتبسطكم جدا وهتسمعوا فيها معلومات قيمه جدا. شكرا لكم.